في عام 2019 كان من المفترض أن بطولة أفريقيا تقام في الكاميرون، ولكن في الثواني الأخيرة لعدم جاهزية الكاميرون تم سحب البطولة من الكاميرون وتم توجيهها لمصر، وكانت مصر هي اللي هتقوم بالطوق النجاة لاستضافة البطولة بعد إخفاق الكاميرون. ومن هنا اتأسست تذكرتي. بس يا عزيزي، مش ده الفيديو اللي احنا جايين نتكلم فيه النهارده. احنا النهارده في فضفضة الصبحي عن تجربته مع تذكرتي. طيب، زي ما اتكلمنا عن الموضوع اصلا اتأسس ليه، تذكرتي كانت الفكرة منه في الاول ان الناس ما تشتريش تذاكر بكميات كبيرة وتبيعها في السوق السوداء باسعار كبيرة، ويبقى في سوق سوداء للتذاكر، وعشان كمان تبقى كل واحد معروف مين دخل الاستاد، عشان لو لا قدر الله حصل مشاكل يبقوا عارفين مين بالظبط اللي عمل مشكله. فالفكره تبدو ملائكيه وجميله جدا وعظيمه جدا مع قليلا من النظام، والدنيا كانت هتبقى حلوه جدا. فانا بحكي لكم دلوقتي ان انا من 2019 بحاول اعمل الفان اي دي بتاعي علشان اقدر اروح اتفرج على الماتشات. في 2019 اول ما الفكره طلعت انا كنت بحاول اروح اتفرج على ماتشات المنتخب، وفضلت فتره بحاول اعمل على السايت، ومش عارف، مفيش اي طريقه عارف اعمل بيها، لحد ما يئست وقررت ان انا هشجع المنتخب من البيت. وبصراحه المنتخب ساعتها كمان ما كانش يطرح له قوي، يعني زي ما انتم فاكرين ايه اللي حصل في 2019. فحمدت ربنا ان انا ما روحتش عشان الاحباط ده ما يبقاش في الاستاد، في البيت بيبقى اخف شويه. وفضلت فاقد الشغف شويه ان انا اتفرج على الكوره لغايه 2024. في 2024 رجعت تاني وابتديت تاني احاول في محاولات ان انا اعمل فان اي دي على تذكرتي. في 2024 عملت، سجلت وكل حاجه، عملت ريجستر. في مشكله، مش قادر اعرف ايه المشكله، مفيش حد بيكلمني، مش عارف اكلم حد، كل ما اكلمهم بيزي، مفيش هوت لاين، الهوت لاين بتاعهم مش هوت خالص. بس يئست تاني في 2024، وقررت مش مهم، مفيش مشكله، مفيش حاجه قوي مهمه تذل البني ادم ان هو يفضل كل ده بيحاول يطلع فان اي دي. لحد السنه دي من شهر او من شهر ونص كده، الزمالك، انا طبعا زملكاوي، الزمالك السنه دي عامل موسم تاريخي على عكس المتوقع، ودي حاجه محمساني قوي ان انا اتفرج على كل الماتشات المهمه السنه دي. فكان في الماتش بتاع الكونفدراليه اللي كان قريب ده، اللي هو قدام شباب بلوزداد، كان نفسي اروحه، كان نفسي اروح لان انا رحت الماتش اللي هو اللي احنا خدنا فيه الكونفدراليه بتاعت كروس. كنت حابب، وكان ماتش في رمضان كنا صايمين، وكان بالنسبه لي يوم كان حلو قوي، فحابب ان انا اكرر التجربه دي. فقررت ان انا هحاول تاني، بس هحاول بجديه اكبر المره دي. فقعدت احاول اكلم الهوت لاين نفس المشكله، على طول بيزي، مش عارف ازاي ممكن يبقى هوت لاين بيزي. احاول اكلمه على الفيسبوك ما بيردوش، احاول اوصل لاي حد شغال حتى بطريقه مش مباشره ان انا اعرف اكلمه، مفيش. لحد ما يئست. بس المره دي بعد ما انا يئست، في حد قرر ان هو مش هييأس، كانت ريهام، قررت ان هي هتفضل تكلم الهوت لاين لغايه ما يبقاش بيزي وهيردوا somehow. فتقريبا اتكلمت 130 مره ولا حاجه لغايه ما بقاش بيزي ورد. فضلت تقريبا 40 دقيقه على التليفون، عبال ما حد من الموظفين رد عليها. لما بعد 40 دقيقه من المزيكا الجميله، المزيكا بتاعت تحفه والجاز هايل، اخيرا حد رد. فوصلنا لان لا، هو لازم صاحب الفان اي دي وبرقم بطاقته هو اللي يتصل، حضرتك مش هينفع تتصلي. طب ثواني هكلمه من تليفون تاني بسرعه وهو يتكلم. قفلوا. راحت تاني، قعدت 40 دقيقه تاني قبل ما وصلت، بس انا كنت معاها بقى على التليفون في الويتنج الناحيه التانيه، كنت في الجيم لغايه ما وصلنا. ايوه، فانا بقيت بزعق في التليفون وهي فاتحه السبيكر، والراجل بيسمع صوتي من السبيكر، فهو كان سامعني طول ما الكلام ما فيهوش مشكله. اول ما ببدا مثلا يبقى في مشكله معايا في الكلام، لا والله يا فندم الصوت بعيد انا مش سامعك. فهو الفكره في حاجه ان انا قلت له انا عامل الفان اي دي ده من 2024 واحنا دلوقتي في 2026، وفي ماتش مهم انا عايز اروح يوم الجمعه، فلو سمحت ممكن نشوف احنا ممكن نعمل ايه. فكان بيقول لي حاضر يا فندم مفيش اي مشكله، انا هعمل لك طلب استعجال خلال 73 ساعه، ان شاء الله في حد هيرد عليك يقول لك تعمل ايه. مبدئيا انا مش عارف ليه 73 ساعه، يعني دي حاجه برضه انا ما فهمتهاش ليه 3، انا اعرف ان هم 72 بس تمام. فقلت له انا عامل الاكونت من 2024، احنا دلوقتي في 2000
26. انا بقالي سنتين مستني. حضرتك هتعمل لي طلب استعجال 3 ايام، حد يكلمني يشوف حاجه يعمل ايه. عدى اسبوع والماتش راح اللي انا كنت عايز اروحه، والحمد لله صعدنا وما حصلش اي حاجه. وبعدين في ماتشات تاني لسه مهمه في الدوري، وفي ماتش تاني الفاينل بتاع الكونفدراليه وانا محتاج اروحه وعايز اركز في ان انا اروحه. ريهام اتكلمت تاني، ردت موظفه. هو في حاجه كمان بقى، كمان في حاجه مهمه. هو انا كان في حرف في اسم جدي، لان انا بكتب اسم الام الر، هو ابراهيم، الر اللي في ابراهيم كانت غلط. تمام. فانا لازم انت اللي توصل للناس عشان يقولوا لك ان في حاجه غلط. يعني ما ينفعش يبقى في حاجه غلط. يعني هو اللي خلى الموضوع من 2024 ل 2026 مش شغال ان في حرف في اسم جدي ما كانش صح بس، ولازم انا اوصل لهم واقول لهم ان في حاجه غلط، فهو يبص فيقول لي صح في حاجه غلط، خد بقى صلح الغلط وتعالى كلمني تاني. فهو ده اللي حصل. بعد استنيت تقريبا 3 سنين او حاجه، غيرت الره اللي كانت غلط في اسم جدي، واستنيت تاني عادي، اسبوع تاني، 10 ايام تاني، اسبوعين تاني، لحد ما عدنا الموضوع تاني من الاول. وبرضه ريهام فضلت قاعده تقريبا ساعه ونص مثلا في الويتنج لغايه ما وصلت. ولما وصلت تمام 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 تمام، راحوا مكلميني، بعتوا لي مسج ان الطلب بتاعي تمام والبيانات اللي كان فيها مشكله اتحدثت وان شاء الله هيطلع. بعديها بساعه جالي مسج ان خلاص تمام والاكونت بتاعي اتعمل واتبعت لي الاي دي والباسورد. حلو. طبعا دي فرحه غير طبيعيه، بس المشكله ما بتخلصش هنا. الفكره في حاجه بقى تانية، ان انت بتخش بتعمل برنت وبتدفع 150 جنيه عشان يتعمل برنت لما تروح المكان اللي هتستلم منه الحاجه. فالفكره ان انا كارن، ريهام، دينا، ديفيد، هم كمان عملوا ومروا بنفس التجربه دي. ماشي. يعني كارن تقريبا فضلت، وكارن عامله بقى ان هي اجنبيه ومقدمه ان هي مش مصريه وبالباسبور وبتاع. رد عليها موظف هايل برضو، بعت حاجه غلط، او بعد حاجه و50 دقيقه برضو، وبعد 160 محاوله ان احنا نوصل على الهوت لاين وصلنا، وبعت لينك غلط. بعد كده اللينك اللي اتبعت كان غلط، بتخش عليه كارن ما بيوديهاش لحته. عملنا تاني، وصلت بعد برضو حاجه و40 دقيقه للموظف تاني، فاداها اللينك صح، غيرت البيانات، جالها البتاع. تمام. رحت انا بقى النهارده علشان استلم الفان اي ديز كلها. مبدئيا رحت لقيت قدام السنترال في زحمه كبيره قوي، بس ده منطقي لان في ماتش بكره، فمنطقي ما عنديش مشكله، مش هعترض قوي. دخلت في اوبشن ان الناس تعمل اوثرايز ان حد يستلم لها الفان اي دي. فديفيد، ريهام، دينا وكارن عملوا لي انا اوثرايز ان انا هروح استلم لهم الحاجه بتاعتهم واستلم بتاعي انا كمان بالمره. تمام. رحت طبعا مسافه طويله قوي عبال ما دخلت. في المفروض جهازين عليهم موظفين، في فرع تاني قريب الجهازين اللي فيه بايظين فكله هنا، وفي جهاز من هنا معلهوش موظف وفي موظف واحد ومقعد حد من الامن على الجهاز التاني يطبع له. ففي دربكه كده، في دربكه كده مش مفهومه. الراجل مشكورا رحت فاديته رقم البطاقه بتاعي ورقم الفان اي دي بتاعي. وبعدين بقى ايه، فاكر ان انا ايه حمليه واحد واحد من الاربعه اللي انا رايح استلم لهم معايا. فلسه فبقول له انا هعمل لهم لك بقى واحد واحد ومش عارف ايه وبتاع. قال لي استنى يا باشا، استنى يا باشا، انت كله موجود قدامي. ريم، وهي اصلا كانت ريهام، قلت له ريهام مش ريم. ديفيد ودينا وكريم. قلت لها قلت له تمام هم الاربعه دول، هم دول هطبعهم لك في ثانيه. طبعهم وحطهم وغلفهم وادخل بتاع انا شايف البروسيس دي في بتزايه طالعه مش فان اي دي. وبعدين راح مديني الاربعه وانا مش موجود. لسه بقول له بقى انا وهو بندردش وبتاع، فبقول له انت عارف ان مفيش خطوه في الموضوع ده كله من اوله لغايه ما انا واقف معاك دلوقتي سلكت. قال لي لا، ما احنا واقفين اهو مع بعض والدنيا بتخلص يا باشا والدنيا تمام مش عارف ايه. قلت له الحمد لله انت راجل بركه، الحمد لله خلصنا اهو. راح مسلمني الحاجه، ادانا 4 بس. فين بتاعي يا عم الحاج؟ مفيش. فين يا حبيب قلبي؟ طب اقول لك على حاجه، هو انا كده انت طبعت اللي كانوا عاملين لي اوثرايزنج، انا بقى شخصيا ما طبعتنيش، فتلاقيك يعني طبعت انت هديك الفان اي دي تاني، اديني الفان اي دي تاني، رقم البطاقه. تمام. مفيش. يعني ايه مفيش؟ بالله عليك يعني ايه مفيش؟ مفيش والله هغشك. تعال لف لي. رحت داخل له، بص عايز الناس اللي تتعامل معايا تبقى ناس بتفهم علشان اللي بيفهم بيريح. قلت له ماشي هفهم. خالص ببص في حاجه موجوده دي تعمل لها برنت؟ قلت له لا.
طب انا عامل برنت. قال لي لا، مفيش حاجه قدامي ان انت عامل برنت، بس انا عامل برنت ودافع على فوري وجاي لي المسج ان انا دافع على فوري. مفيش يا باشا، مفيش. طب ايه العمل دلوقتي؟ والله بقى بص كده، هو انت ما دفعتش، انت الاربعه اللي وهتهم دول حلوين قوي، مش لازم انت بقى. فقلت له يعني معلش عايز اروح معاهم، معلش يعني انا اسف. فقال لي كده مفيش حل غير انك تدفع تاني. فانا قعدت اشوف الرحله الطويله دي كلها هتبوظ دلوقتي على ان هدفع 150 جنيه تاني انا اوريدي دافعهم. قلت له ماشي هدفع تاني. قال لي خد الايصال ده، انزل تحت عند اي كشك فيه فوري ادفعهم وتعالى لي، خش بسرعه ما تقفش في دور ومش عارف ايه. رحت داخل اخد الورقه نازل دافع 150 جنيه تاني، مع ان انا متاكد ان انا دافع اوريدي، عامل برنت مره. نزلت خدت الايصال طلعت له تاني دخلت مش عارف ايه. وفي اللحظه دي اخواتي في الله، الرحله اللي انا من 2019، الحاجه اللي انا بحاول احققها من 2019 اتحققت. خدت البتاع وحسيت براحه بألم شديد. عارف انت لما تطلع هوا سخن من صدرك من كتر ما انت زهقان؟ كان في واحد واقف جنبي شافني مبسوط كده وبرتاح وبطلع النفس بتاع الراحه ده، قال لي انت واخد بالك ان فاضل ماتشين في الموسم وده هيترمي وهتبقى محتاج تعمل واحد جديد؟ فرحت ماسك تاني الفان اي دي كده ولقيت مكتوب عليه صالح لموسم 2025 2026. راح الموظف قال له بس بالله عليك ما تقولوش، ده انا عمال فرحان ان هو مش واخد باله. وبصيت وادركت ان الفان اي دي بتاعي ماتش سيراميكا وماتش الفاينل بتاع الكونفدراليه، وبعدين هروح مقطعه وهبدا في رحله جديده من ان اطلع فان اي دي جديد للسنه الجايه. شكرا. فالفيديو ده انا عامله علشان انا شايف ان الموضوع حلو جدا والغرض منه كويس جدا، والنتيجه منه لو هو بيتعمل صح هتبقى حلوه جدا جدا جدا، بس هو بيتعمل مش بطريقه منظمه كفايه. فهذا الفيديو رجاء مني للقائمين على تذكرتي ان هم يحسنوا الكول سنتر شويه ويهتموا اكتر بان الحاجه تتعمل صح. بس الموضوع بسيط. في حاجه اخيره، انا خدت 5 فان اي دي من غير الحاجه اللي بتتعلق. قال لي والله خلصان مفيش. على الفرع الثاني اللي طبع فيه بايظه هناك بالعبيط قد كده، روح خد منه. قلت له حاضر هروح اخد منه. فنحب ان نقول الحمد لله طلعنا الفان اي دي اللي صالح لمده ماتشين كمان ان شاء الله. هروحهم يعني لازم اروحهم لازم اروحهم حتى لو هنخسر الدوري وهنخسر الكونفدراليه. انا الاحتفال بالنسبه لي مش هيبقى ان انا رحت والزمالك كسب، هو الاحتفال بالنسبه لي ان انا هبقى دخلت الاستاد بالفان اي دي اللي انا شقيت عشان اطلعه. فبس كده، وده كان فيديو النهارده من فضفضة الصبحي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو الفيديو ده الحاجات اللي شبهه عندي عايزين نحكيها لكم بنفس الطريقه انا اكون حابب جدا. وبس اشوفكم الفيديو اللي جاي وسلام. ده انا هعملها تاني وستارت كل المينتس في الموبايل تاني. نعم ده صالح ل 2025 2026 بس. يعني احنا هنقدم تاني.